السلام عليكم، مرحبا بالجميع. مع طبخ أمنا داني نصفتنا تعليم إن شاء الله. غادي نديرو المعقودة بطريقة مبسطة وناجحة، يعني تبوا برك المقادير وطريقة التحضير تاعها. غادي نديروها بالمعدنوس والبصل والتوابل بيان سور ولي زيبيس. نبداو طريقة التحضير. المكونات توجور لكم الوصفة قبل ما نبداو بالمقادير والمكونات. هنايا عندي مقدار 2 حبات بطاطا، يعني مش كمية كبيرة. مقدار 2 حبات بطاطا تقطع لكم حوالي 10 حبات، يعني فيها خير وفيها بركة. هنا كتشوفوا اللون تاعها كيفاش يجي، وهذوك لي زبيس اللي نديرهم فيها يعطيو واحد اللون شباب. وترافقوها مع الاطباق تاعكم، مع الصوص كيما هذه. انا درتها مع الصوص الجيريان. تقدروا تاكلوها مع المايونيز، تقدروا تاكلوها مع اي حاجه. وهذا القوام تاعها تجي ولا اروع بنا ما نحكيلكمش. نبداو طريقه التحضير والمكونات. بسم الله. بالنسبه للمكونات، هنايا عندي 2 حبات بطاطا كبار. من الاحسن الا درتو ديروا البطاطا الحمراء، ما ديروش البيضاء، باسكو البيضاء تطلق الماء وما تنجحكمش. شويه المعقوده طلع فيها الماء بزاف على الحمراء تجي ناشفه، البيضاء في الماء. 2 حبات كبار. هنايا المكونات: عندي معدنوس، عندي نص حبه بصل، عندي سنه تاع ثوم، عندي مغرف صغيره حرور، عندي مغرف صغيره كمون، مغرف صغيره بابريكا او فلفل او العكري حار، وعندي مغرف صغيره تاع كركم، وعندي الملح. هذو هما المكونات اللي غادي نديروهم في المعقوده تاعنا. ولا توجور ندير مع بعض باش يجوا باينين. وغادي نخليكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. وحبه بيض غادي نديروها من بعد ما تبرد لنا البطاطا تاعنا ونخلطوا مع هذوك المكونات كامل. هنايا فورت البطاطا تاعي، من الاحسن ما تغلوهاش، فوروها باش ما تشبعكمش، ما تشربلكمش الماء بزاف وتتحل لكم. من الاحسن تفوروها وتخرجوها، تجبدوها من الكسكس تاعها وروحوا مرسوها او كرازوها هكذا وهي سخونه. خرجوا كان تخلوها حتى تبرد. غادي تكون فيها واحد الحبيبات وما تجيكمش البطاطا تاعكم ناجحه، ما تجيكمش رطبه. بعد هنا بعد ما كرازيتها مليح مليح بهذاك الاله تاعها او هذاك الوسمات السبيسيال تاعها، درت فيها هذوك المكونات كامل: معدنوس، البصل، الثوم يبقى اختياري، كلي يديرو كلي ما يديروش. انا درت غير سنه تكفي، يعني مش كونتيتي كبيره. عفوا. انا ربيت هذيك السنه تاعهم تشوفوا. خلطوا هذوك المكونات كامل، هي راهي مازالت سخونه راهي تحرق. غادي نخلط هذوك المكونات كامل في المعقوده تاعي. وفي نفس الوقت هنا الاخوات اللي بغات دير الفرماج، دير الفرماج في هذه المرحله، ديري لها مرصوص تاع فرماج لا فاش كيري ولا اي نوعيه من الفرماج، ديري لها في هذه المرحله وتخلط كميه عفوا المكونات تاعها كامل. وعلى الطريقه هنا راني نخلط فيها وما راني نبرد فيها باش ندير لها الصفار البيضاء. ولا نحاول نحلوها هكذا وهكذا باش يخرج لها داك السخانه. ونحطو واحد الصفار البيضاء تاعنا. حنا في هذه المرحله نذوقوها، خاصها الكمون ولا خاصها الملح ولا نزيدو لها. ولا انا جاتني، انا ذقتها جاتني سوا سوا. هذيك هي ما غادي نزيد لها والو، لا حرور لا حتى حاجه لا ملح، جات سوا سوا. هنايا نجيب صفار بيضاء وديروا لها والبياض نحتفظوا به. من بعد غادي ان شاء الله نزيدو عليه حبه واحده اخرى باش نرمدو فيها المقبله تاعنا ونقلوها. وراه هنا كتشوفوا راني خلطت هذيك الصفر البيضه مليح مليح. وهنايا باش تنجح لكم البطاطا تاعكم لازم ديروها في المجمد، او عفوا ماشي في المجمد، في الثلاجه باش تتماسك لكم وتاكلوها من بعد بكل سهوله. بس هنايا كي تكون سخونه احنا عارفه البطاطا كي تكون سخونه تكون طريه، وكي تبرد تتماسك وتاكلوها بكل ما تتحركوش في نفس الوقت في المقله تاعكم. ولا انا بعد ما درتها في الجيران حوالي عفوا نص ساعه، ساعه ولا نص ساعه. هنايا جبتها وراني نشكل فيها كتشوفوا راني متماسكه وقابضه روحها. هنا نروح نوجد الزيت تاعي. شوفوا درت هذاك البيضه اللي كنت قلعته من قبل، زدت عليه بيضه كومبلي ضربتهم مليح مليح عفوا. وراني نقني فيهم بهذه الطريقه. هنايا ثاني القوليان الى بدور باش ننجح لكم المقبله تاعكم. كي تقولوها يكون الزيت سخون مليح، هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما تدوروش بها، كي تحطوها حتى تشوفوها تحمرت من تحت مليح مليح هاد باش نروحو نقلبوها الجهه الاخرى. وكي تقلبوها ما تحاولوش حاولوا تقلبوها غير بشويه ولا باش ما تحرقكمش. ولا انا غادي نحط حبات تاعي كامل. وانا بعد ما شدتها تحمرت من تحت حكمت روحها مليح مليح عاد راني نقلب فيها بهذه الطريقه. فوالا كتشوفوا
انا راح نقلي كامل المعقودة تاعي بهذه الطريقه، وخليها تحمر مليح، نطلق معاهم في صحن تقديم. هنا فوالا المعقودة تاعي بعد ما طابت كتشوفوا جات ما شاء الله، ما تتحركم ما والو. حمروها بالك وتكون الزيت سخونه، تكون شويه غامقه شويه الزيت، ما تكونش يعني كميه قليله، باش تطيب لكم مع الجوانب وتحمر لكم. وراو هذه هي المعقودة تاعنا بعد ما طيبناها. والاخوات اللي كنت قلت لكم بغات دير فيها الفرماج، دير فيها فرماج محشيه بالفرماج، ولا تخلطها كاع مكان مع البطاطا تاعها، ويعني تعطيكم نفس النتيجه. توجور الفرماج يجي يزيد بني على بنات ما نقولوا. والسوا ديروها بهذه الطريقه. ولا هنا ترافقوها مع سلطه، مع بطاطا مقليه، مع الطواجن تاعكم سواء هكذا بلا صوص. انا درت معها صوص ارجيان كنت تشوفوا ياكلوا هكذا، ولا صوص ولا تاع مايونيز، ولا اي صوص ترفقوها مع البطاطا تاعكم كاسكروت يعني تمشي مع كلش. وكتشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، والبنات تجي ولا اروع. البصل هنايا ننصحكم ندير معقوده توجور دير معاه كونتيتي تاع بصل، باسكو البصل كي يقلى يعطي واحد الكو ولا اروع في المعقوده تاعهم. والى هنا ينتهي الفيديو تاعي، الى اللقاء.